قد زورت كلاما، ولكن لعلي أعرج على ما قال الشيخ في قضية الرضا من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول ربي جل جلاله، ذكر الأمور اللي دائما ما ترضينا. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف، تخاف، فإذا خفت ما ترضى، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فتلقى ملك عنده ثمرات وعنده، لكنه خايف، دائما خايف يخسر، خايف يصير، خايف. وتلقى واحد تاجر برضو خايف، وتلقى واحد فقير لكن مرتاح. فتلقى هالأمور هذه لابد، أقسم ربي جل جلاله أن سيصيبك، إن فاتك هذا نهشك هذا. ثم تأتي بين الآلام هذه ومصادر الألم، تأتي كلمة غريبة تقلب هذه المساوئ وهذه الأمور لتقض مضاجعنا. وبشر، سبحان الله، أي بشارة بين وسط هذه الأمور المؤلمة، خوف وإني بفقد أحد أولادي، أي بشارة، أي بشارة بين هذه الأمور. البلاء لمن؟ لكل الناس، مؤمنهم كافرهم فاسقهم فاجرهم صالحهم تقيهم. لكن البشارة البلاء لكل الناس، البشارة ليست لكل الناس. ثم خرجت هذه الكلمة من بين هذه الآلام بأمل عظيم: وبشر من هم؟ وبشر الصابرين. الواحد يقول الحمد لله أنا صابر، وهو تلقاه متجزع. فوصف الله من هم هؤلاء الصابرون، قال: الذين، ما أجمل القرآن، سيعلمك ويفصل، وكل شيء فصلناه تفصيلا. يقول سأعلمك حتى تقيس هل أنت منهم أو لا. الذين إذا أصابتهم مصيبة، قلت له ولدك مات، أصابته مصيبة، قلت له سجارتك كلها خسرت الأسهم، أصابتهم مصيبة، مباشرة هو جاهز راضي. قالوا إنا لله، يقول أصلا هي من عند الله، واللي قدر يأخذها الله، وإنا إليه راجعون. يقول ما انتهت القضية، فقدت ولدي، إن رضيت سأعوض ببيت في الجنة. إذن وإنا إليه راجعون. لو قلت لأحد الإخوة أو أحد الأخوات تعال خذ شيك ب1,000,000، ثم أعطيته شيك ب1,000,000، ثم أعطيته شيك ب5,000,000، ثم جئت يوم من الأيام وأخذت منها 10 ريال أو دينار أو 10 جنيه، إيش بيقول؟ أنا مغرقة بالملايين وأخذت 10، إيش بيقول؟ إيش بيقول يا جماعة؟ إيش بيقول؟ بيقول حلالك تفداك، بل ما أخذت شيء، خذ هذه إنا لله. فما أخذ الله عز وجل أقل بكثير مما أعطاك. فيقول هؤلاء من إيمانهم أني أنا أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، واللي ما تشوفه أكثر من اللي تشوفه. قال الله هؤلاء لهم قضية، إيش لهم يا ربي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش لهم يا ربي هؤلاء؟ ما لهم عندك؟ أولئك، وما أثقل كلام الله وما أعظم كلام الله إذا نزل بالقلوب، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شوف لما جاءت الصلوات والرحمة يعني نبذت وبددت جميع الأحزان. إيش الآية اللي بعدها؟ سنختم بهذه الآية. إيش الآية اللي بعدها؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أكثر أئمة المساجد اليوم إذا قال وأولئك هم المهتدون قال الله أكبر، لأنه يحس ويشعر أن الآية اللي بعدها ليس لها علاقة بالأولى. والله لو فتشت في كتاب الله طولا وعرضا من الفاتحة إلى الناس لن تجد آية مؤنسب أن تأتي بعد هذا الكلام العظيم أحسن من إن الصفا والمروة من شعائر الله. إيش يعني؟ كيف؟ هذا كلام الله، كتاب ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، كل آية
ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إيش علاقة إن الصفا والمروة بقضايا إن الله يبشرني ويرضيني ويخفف علي آلام الخوف والجوع ونقص الأموال والأنف، بل يغير لك الدنيا سبحانه إذا رضيت به جل جلاله، وهو الغني ونحن الفقراء. إن الصفا والمروة، من وين جتنا قصة الصفا والمروة يا جماعة؟ من هاجر وإسماعيل وإبراهيم. والله هذه المشاكل كلها والمصائب كلها والبلاءات كلها وقعت عليهم في ذاك الوادي. ولنبلونكم بشيء من الخوف، كانوا خايفين، ما عندهم شيء، خايفين من كل شيء، بشيء من الخوف والجوع، ما عندهم ثمرات ولا شيء، ونقص من الأموال، ما في مال، ولو في مال ما في شيء تشتريه أصلا، والأنفس كانوا 3 وتركهم إبراهيم عليه السلام بقي. قال والأنفس والثمرات. لما لحقت بإبراهيم عليه السلام تركهم راح، فلحقت به قالت يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ولا يجيبها عليه السلام. يا إبراهيم لمن تتركنا أنا والطفل، ما عندنا أحد ولا معيل، لمن تتركنا؟ قالت الله. تعرف أنه مستحيل يفعلها إلا إذا أمره أحد بس. قالت الله أمرك بهذا؟ الله قال روحوا خلهم؟ قال اللهم نعم. إيش قالت؟ قالت طيب تجيبنا فيها تورطنا، تتزوجني وتأخذني من مكاني؟ لا 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 لا. قالت الله. قال الله. قالت اذهب فوالله لن يضيعنا. رضيت ولا ما رضيت؟ رضيت بكل الآلام هذه. لما رضيت ماذا فعل الله عز وجل؟ قلب لهم الأمور والمصائب كلها، ما هو إلى يعني من مصيبة إلى لا مصيبة، لا، من مصيبة إلى فتح من الله عز وجل. تعال راجع معي الآية بسرعة في هذه الثواني. ولنبلونكم بشيء من الخوف. هذا الوادي كان أخوف مكان في العالم. اليوم أأمن، مو آمن، أأمن مكان. حتى الحمامة تأتي عندها ما تطير. في الكويت تطير، في الرياض تطير، في مصر تطير، هنا في مكة لا تطير، آمنة. حتى الجذع الشجرة ما يقطع. والخوف اليوم في خوف، والجوع اليوم في جوع في مكة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى، تكفل الله ما دام رضيت بنقلب لها الجوع إلى يجبى إليه ثمرات كل شيء. جوع، خوف، جوع، نقص من الأموال. اليوم أغلى متر في الأرض وين؟ في باريس ولا في مكة؟ كل ما اقتربت من مكان العائلة الراضية هذه كل ما ازداد سعر المتر، وصار الإنسان غالي، ويعني كسب أكثر مكاسب. والخوف ونقص من الأموال والأنفس. اليوم في نقص أنفس في مكة، ما تلقى مكان، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. حتى لو ما يلقى إلا رجالا يجي يمشي على رجلين، وعلى كل ضامر يأتين. فالله قادر أن يقلب لك كل حياتك إذا رضيت. وإذا ما رضيت، من رضي فله رضا، ومن سخط فعليه السخط. أسأل الله جل جلاله أن يبلغكم أعظم مما كان في الحسبان أن نقول، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يفرغ علينا الإيمان واليقين والتوكل والرضا إفراغا، إن ربي على ذلك قدير. وأصلي وأسلم على خير من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. سامحونا على الإطالة.